هيفضلوا يسألوا انتي ليه بتطلعي كل اسرار شغلك، وانا هرد بنفس الرد كل مرة، لان رزقي مش هيقل وعلمي مش هيخلص، ويمكن دعوة حلوة من حد فيكم تغير حياتي وتزيد رزقي. النهاردة معادنا مع انسيرت المكة، واحدة من وصفات الكورسات اللي هتلاقوها عندي مجانا. اعملي متابعة للصفحة عشان ما تفوتكيش باقي السلسلة الحشوات المجانية. طبق هحط 10 جرام جيلاتين، عليهم 30 مللي مية، سيبهم على جنب. وفي طبق تاني هحط معلقة قهوة سريعة الذوبان، عليهم معلقتين مية، وهسيبهم على جنب. حلة هضيف 170 جرام كريمة خفق، عليهم معلقة قرفة اختياري، 18 جرام نشا، وهضيف القهوه اللي دوبناها في الميه في اول الفيديو. اقلب كل ده الاول على البارد، وبعدين هبدا افتح النار. بعد ما الخليط الكريمه يسخن هبدا انزل 100 جرام شوكولاته بالحليب، وهقلب لحد ما تسيح. واخر حاجه هضيفها هي الجيلاتين، هنزله والخليط سخن عشان يفك على طول ويسيح. هبدا انزل بالخليط دوت في رنج في اي قالب مدور، هدخله التلاجة، ولما يطلع اقدر استخدمه في حشوات الكيك. لو مهتمه بالحشوات المختلفه كل المطلوب منك اعملي متابعه للصفحه، سيبي كومنت وحطي لايك عشان تشتركي في كورس الحشوات المجاني. بعد اخر كام حشوه في كذا كومنت اتكتب لي: يا روان احنا عايزين حشوه نعرف ننطق اسمها وابقى عارفه انا باكل ايه، ما بحبش اكل حاجه غريبه. وبصراحه عندكم حق، عشان كده النهارده هنعمل موس الشوكولاته من غير مكونات غريبه ولا اسامي اول مره تسمعوها. ولو دي اول مره تشوفي فيديوهاتي اعملي متابعه للصف، لاني كل يوم بشارك معاكم اسرار وحشوات وتقنيات للكيك. واثقه انك هتلاقي عندي افكار مش هتشوفيها في اي مكان تاني. في بوله هنزل ب 200 مللي كريمه خفق، هبدا اضربهم في العجان، واول ما تنفش هوقف خفق، وهضيف 15 جرام كاكاو خام، هرجع اخفقهم مده صغيره كمان، وبعدين هبدا اضيف جناش الشوكولاته، وده احنا عملناه مع بعض كتير جدا. لو عايزين الطريقه سيبولي كومنت، وهرجع اضربهم كلهم سوا لحد ما المكونات كلها تتجانس مع بعض. وعايزه اقولك ان حشوتنا كده خلاص خلصت، كده جاهز معاكي ألذ موس شوكولاته من غير مكونات غريبه ولا جيلاتين ولا اي حاجه. لو مهتمه بمجال الكيك وعايزه تعرفي حشوات جديده تطوري بيها شغلك او تفتحي مشروعك الخاص، اعملي متابعه للصفحه وسيبي كومنت عشان تشتركي في كورس الحشوات المجاني. لو متابعه قديمه عرفيني وصلك كام حشوه لحد دلوقتي. لو عندك اي اسئله سيبها لي في كومنت. لو عندك مانجا في البيت ما تاكلهاش كده، حوليها لألذ ايس كريم هتعمليه الصيف ده، كريمي وناعم وطعمه يخطف من اول معلقه. والاحلى انه معمول بمكونات مضمونه من غير الوان صناعيه ولا مواد حافظه، حاجه فريش بجد تكسر حر الصيف وتنعشك. اعملي لايك للفيديو، احفظيه وشيريه عندك، لان صدقيني هتعتمديه طول الصيف. هنحتاج 4 حبات مانجا، هنقطعها ونحطها في الكبه ونضربها لغايه ما تبقى بيوري. وبعدين هنجيب كوب حليب عليه نص كوب كريم شانتيه باودر، هنقلبهم بالويسك مش هنضربهم بالمضرب الكهربائي. هنزل عليهم بربع كوب حليب مكثف محلى، وده كنا عملناه قبل كده مع بعض. لو عايزه طريقته سيبيلي كومنت. وهنزل بعصير المانجا بيوري اللي ضربناها في الكبه مع بعض في اول الفيديو. اقلب كل المكونات سوا، وهبدا اعبيهم في قالب الايس كريم، او ممكن اي علبه تكون بتدخل الفريزر. ندخله التلاجة 8 ساعات وتقدميه بالف هنا وشفا عليك. ما تنسيش المتابعه للصفحه عشان يوصلك وصفات اكتر. لو فاكره ان جناش الشوكولاته البيضاء بيتعمل بنفس نسبه الشوكولاته الدارك، يبقى الفيديو ده هيوفر عليكي اخطاء كتير. كمان هقولك نسب مظبوطه لجناش الشوكولاته البيضاء اللي بيتقال في الكورسات. خليكي عارفه ان كل نوع شوكولاته ليه نسبه، وانا هقولك ليه النهارده الشوكولاته البيضاء مختلفه وازاي توصلي لقوام احترافي من اول مره. اعملي متابعه للصفحه واحفظي الفيديو عشان هقولك معلومات تهمك جدا وهتفرق جدا في نتيجه شغلك. واستنيني الفيديو اللي جاي اعمل بديل كريمه الخفق عشان نستخدمها في الجناش. اضافه لمعلوماتك، الشوكولاته البيضاء ما فيهاش كاكاو زي الشوكولاته الدارك، هي اساسها زبده كاكاو ولبن وسكر، وده بيخليها انعم احلى في الطعم لانها فيها نسبه سكر ولبن اعلى، فهي بتحتاج شوكولاته اكتر بالنسبه للكريمه توصلي لنفس القوام اللي بتاخديه مع الشوكولاته الدارك. نعمل جناش الشوكولاته البيضاء اللي هنغلف بيه الكيك هنحتاج 300 جرام شوكولاته بيضاء، نضيف ليها 90 جرام كريمه خفق سخنه، وبعد ما تدوب الشوكولاته لازم نغطيها ريتش راب او بكيس وتدخل التلاجة ليله كامله، ولما تطلع تقدري تضربيها او تشتغلي بيها زي ما هي. لو استفدتي من الفيديو ما تنسيش تعملي متابعه للصفحه وتحطي لايك، سيبي كومنت عشان تشتركي في الكورس المجاني اللي بنزله. النهارده هنعرف سر جناش اللوتس اللي بعمله في شغلي من غير تكلفه عاليه، غير انه كريمي وثابت وطعمه يجنن. كمان هقولك السر الصغير اللي بيخلي اللي بيدوقه عمره ما بينسى طعمه. ولو الفيديو ده وصلك اعملي متابعه للصفحه واحفظيه عندك وشير على صفحتك، لان كل يوم بنزل حشوه احترافيه توفر عليكي فلوس كورسات وتزود جوده شغلك. تاج 220 جرام شوكولاته بيضاء و125 مللي كريمه خفق سخنه، وهنقلبهم لحد ما تسيح. وبعدين هنزل عليهم ب 60 جرام زبده لوتس. كنت شاركت معاكم طريقه زبده اللوتس في البيت، لو عايزه الطريقه سيبيلي كومنت. نغطي الوش بستريتش راب وهندخلها التلاجة من 4 ل 6 ساعات، ويفضل ليله كامله. ولما نطلعها تضربيها بالمضرب الكهربائي او تستخدميها زي ما هي. مهتمه بالحشوات المختلفه وكل يوم عايزه تعرفي حشوه جديده وتطوري بيها شغلك، اعملي متابعه للصفحه وسيبي كومنت عشان تشتركي في كورس الحشوات والكريمات اللي بنزله مجانا على الصفحه.
في الفيديو ده هعرفك على 5 نقاط وانتي بتشتغلي تركزي فيهم كويس. اعملي حفظ وشيلي الفيديو عشان هينفعك. اول حاجه لازم تعرفيها انك ما تمليش الكيس للاخر، الكيس المليان قوي ممكن يفرقع، وكمان تحكمك فيه بيقل جدا. خليه نصه او تلتينه عشان تعرفي تتحكمي فيه براحتك. تاني حاجه استخدمي كيس حلواني قوي، ما توفريش في الخامه، الكيس الضعيف هيبوظ شغلك وهيعصبك. الجوده هنا بتفرق جدا في النتيجه. تالت حاجه مهم جدا تعرفيها انك تتمرني تتمرني تتمرني، مفيش حد اتولد بيعرف يزين كيك، دي الجمله اللي مشهوره على طول بيها في كورساتي. لها مساله تدريب، ومع كل مره هتلاقي ايدك بتثبت اكتر وبتطلعي نتيجه احلى من المره اللي قبلها. رابع حاجه اختاري الكريمه الصح للتدريب، اختاري كريمه ثابته ومتماسكه. الباتر كريم في الجو الدافي ممكن تسيح في ايدك وتبوظ الشكل. اختاري نوع كريمه يستحمل الحراره. الحاجات المهمه اللي لازم تعرفيها انك تلفي الكيس من فوق كويس كده، تفضلي نضيفه ومفيش كريمه تطلع لفوق، وتبقي متحكمه في الضغط الطريقه المظبوطه على كيس الحلويات. كده انا شاركتك اهم النقط عشان تبداي في مجال الكيك. تلاقيني المعلومات دي مهمه، اعملي حفظ وشيري الفيديو عندك، وسيبي كومنت عشان تشتركي في الكورس المجاني.